تحياتي. النهاردة هنعمل المخلل المشكل، ولكن بطريقة على طريقة الفسيخ والسردين. هنجيب بصل وهنسلقه بقشرته. بعد كده بعد ما يسلق بالقشرة هنشيل القشرة بتاعته زي ما انتوا شايفين كده عشان يسهل معايا عملية التخليل. بعد كده هنجيب ليمون ونسلقه برضو، هنسلقه جامد عشان يبقى في وقت السوى بتاع بقية الخضار. وبعدين هنجيب جزر وهنحط على الجزر دون معلقة ملح كده عشان ينزل السكر بتاعه. وبعد كده هنغسله من الملح كويس عشان ما يبقاش مملح بزيادة عن بقية الخضار. وبعدين نجيب فلفل بقى وخيار، والفلفل هنشيل منه الراس بتاعته. واي خضار عندك مشاكل عايزة تحطيه حطي كله على بعضه. بعد كده هنجيب التشريبة او السقاية بتاعتنا، هي عبارة عن 3 ملاعق هرمية من الملح ومعلقة سكر ولون زعفران احمر ونص كوباية زيت و3/4 كوباية خل وشطة هريسة وعصير الليمون. وعصير الليمون انا نسيته وحطيته في وقت متأخر، بس انتوا المفروض تحطوه في الخطوة دي. وكمان هنحط معلقة توم او فصوص توم صحيحة. شايفين التشريبة دي هي بقى اللي هتسوي الخضار المشكل، والخضار نفسه هينزل مية، فيبقى مش محتاج ان احنا نحط مية تخليل تانية، والكمية بسيطة قوي اللي هي بتاعة السقاية. ادي عصير الليمون اللي نسيت احطه في الاول، انتوا حطوه في الاول. بعد كده هنسيبه بقى في البرطمان مقفول كويس، وهنفضل نحركه يمين وشمال كل فترة 10 ايام وناكل منه. واتمنى ان الوصفة تعجبكم.